في مؤتمر حزب الديمقراطيين الأحرار الذي ينعقد اليوم في 15/10/2012. ينعقد هذا المؤتمر تحت شعار الحرية والديمقراطية ودولة القانون، ويتأسس نضالنا على هذا الشعار، هادفين إلى الانتقال بوطننا الحبيب من حالة الفقر والاستبداد والتخلف إلى حالة جديدة من الرفاه الاجتماعي والعدالة والتقدم الحضاري العلمي والتكنولوجي والأخلاقي والقيمي. لقد وصفنا حزبنا في أول وثيقة أصدرناها بأنه حزب وطني جامع، وهذا يعني أنه يرفض كل أشكال الصراع بين مكونات المجتمع، ويحيل اختلاف الرأي والمصالح والأهداف فيما بينها إلى حوار حضاري وتنافس شريف تختار الأغلبية السياسية الناجم عنه الدستور والقوانين وشكل الدولة والسلطات التي تقودها، وذلك دون أي انتقاص من حقوق الأقلية. إن كوننا حزب وطني جامع يقتضي ألا نكون حزبا اشتراكيا، مع أننا ننحاز إلى مصلحة الفقراء، ولكن دون أن يؤثر ذلك على اقتصاد الوطن والتنمية المستدامة وحق الملكية والحريات الاقتصادية، وأن لا نكون حزبا قوميا، مع أننا نفاخر بقومياتنا وندافع عن مصالح شعوبنا ونعتز بتراثنا، ولكننا نرفض أي امتياز لأبناء قومية على أخرى أو تدويب قومية في أخرى. وأن لا نكون حزبا دينيا، لأن حزبنا للوطن الذي يجب أن ينهض على سواعد كل أبنائه المتساوين تماما في الحقوق والواجبات، ونحن مع أية وحدة تتم بين بلدنا وأية بلدان أخرى عربية كانت أو إسلامية أو مجرد مجاورة إقليمية وحدة إقليمية، على أن تكون بناء على اختيار حر لشعوب هذه البلدان. وأن لا نكون حزبا ليبراليا، لأننا متمسكون بقيمنا الدينية والاجتماعية، ساعون إلى تكافل اجتماعي يحمي الضعيف فينا من سيطرة القوي، ودولة تقوم بدور حكم عادل بين الطبقات، ولكننا مستعدون للتعاون مع كل أصحاب هذه التوجهات كلما اقتضت الظروف ذلك لما فيه خير هذا الوطن ورفعته. لقد اختار حزبنا اسمه المنسوب إلى الديمقراطية، تلك التجربة الإنسانية التي تقوم على حكم الأغلبية مع حفظ حقوق الأقلية السياسية في النضال كي تصبح أغلبية، وعلى تداول سلمي للسلطة عبر صناديق انتخابات حرة ونزيهة، رافضين كل أشكال التأبيد والتوريث تحت أي مسمى كان. إن السلطة الدائمة أيها الأخوة غير قابلة للتداول، غير قابلة للمحاصرة، وهي فاسدة وغير قابلة للإصلاح، سواء جاءت تحت اسم ملك أو رئيس أو خليفة أو أمير. الديمقراطية أيها الأخوة تقتضي فصلا تاما للسلطات التنفيذية التشريعية القضائية، ولا يكون القضاء عادلا بلا استقلالية، وهذا يقتضي ألا تكون فوقه سلطة تبتزه، ولا يخضع إلا للقانون، ولا يعاقب القاضي إلا إذا خالفه ومن قبل السلطة القضائية ذاتها، والاستقلال للسلطة التشريعية إلا إذا كان وجود النائب في البرلمان فعالا، أي يستطيع أن يسن القوانين أو يلغيها أو يرفضها دون أي إكراه، وهذا لا يتم إلا إذا كان وجوده بإرادة الشعب الذي ينتخبه، ولا تستطيع السلطة التنفيذية التأثير عليه. وتحفظ الديمقراطية حقوق الفرد التي نص عليها العهد الدولي لحقوق الإنسان وملحقاته، حقوق المواطنة، حقوق المرأة، حقوق الطفل. وتهيئ الديمقراطية الأرضية الصالحة لمكافحة الفساد في جو من الحرية والشفافية، ولن نكون أحرارا إذا أردنا ذلك فقط، فليس المواطن حرا إلا إذا اعترف بحق الآخرين في الحرية. ولنتذكر قول فولتير الشهير: قد تختلف معك في الرأي، لكني مستعد أن أدفع حياتي ثمنا لأن تقول رأيك الحرية.
وبالمناسبة أيها الأخوة، فحتى الدكتاتور المتسلط على شعبه ليس حرا، لأن القوى الأكبر تستطيع بسهولة إجباره على تنفيذ أجندتها مهددة إياه بمصالحه وتقويض سلطته، والأمثلة على ذلك كثيرة حوله. لقد سادت القرن العشرين أيها الأخوة في بلاد العرب عامة وسوريا خاصة 3 تيارات فكرية، هي القومية والإسلامية والشيوعية. والغريب أنه مع أنها كانت متناقضة ومتناحرة فيما بينها، إلا أنها اتفقت على بعض المغالطات والأضاليل التي تبرر الدكتاتورية وتدعو لها، ورسختها في عقولنا كمسلمات ونقلناها إلى الجيل الجديد. منها مثلا المتطابقة، برلمان يساوي غرب يساوي استعمار يساوي إسرائيل. وأقول متطابقة وليست معادلة، لأن المتطابقة مساواة دائمة والمعادل مساواة شرطية، يعلمون أنها دائمة. ومنها أيضا العداء للعالم. القوميون قالوا إن العالم يخاف من وحدة العرب ويحاربها وكأنها خطر وشيك الوقوع. والإسلاميون مستشهدين بالآية الكريمة: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، متجاهلين أن النصارى هؤلاء لم يعودوا نصارى بالمعنى الإيديولوجي، أي لم يعد يهمهم أن تتبع ملتهم أو لا تتبعها. فالآية لا تنطبق على نصارى اليوم، إنهم يبحثون عما ينفعهم في شؤون دنياهم. والشيوعيون قالوا إمبريالية ومستعمرون وما إلى ذلك. ومغالطة ثالثة عن حكومات خفية للعالم وناد ماسوني ومؤامرات تسير شؤون العالم فتهيج الشعوب وتصنع الحروب والسلم متى شاءت، متجاهلين تماما إرادة الشعوب وتأثيرها. إن عدم الثقة بالشعوب هي الركيزة الأساسية لفكر الدكتاتورية. أضاليل أخرى كثيرة يجب أن نخرج منها كي نفهم الحدث السياسي بشكل علمي نصفي اعتقاد أو مفصلي. لذا فإن الحديث عن المؤامرة والعمال والخيانة يصح على الدكتاتوريات، أما الشعوب فلا تتآمر ولا تنفذ مؤامرة. والحرية أيها الأخوة هي حق الاختيار والممارسة. الحرية وطن له حدود مساحتها الحق في الممارسة. متى تجاوز الإنسان هذه الحدود تحول إلى معتدي عدو للحرية. والحرية وطن بمعنى آخر، فالمواطن الذي لا يمتلك حريته هو عبد في مزرعة الدكتاتور، لا يحمي وطنا ولا ينهض به. وليس غير الحرية بيئة خصبة للإبداع العلمي والفني والبنى الروحي والإيمان الراسخ بالمبادئ والقيم، عكس الاستبداد الذي يقيد الإبداع ويصنع المنافقين والانتهازيين. عن الثورة السورية ومآلاتها. استولى حافظ الأسد على السلطة بعد سلسلة من المؤامرات والمناورات على رفاقه في انقلاب 8 آذار 63. فبعد انقلاب 13 شباط 63 التي سموها حركة تجديد، وإبعاد القيادة المؤسسة للحزب مشيل العفلق، مسعود الأطرش، أمين الحافظ، صلاح البطار إلى آخره وغيرهم، تم تدبير إبعاد الضباط المشاغبين الذين ساعدوه في الانقلاب السابق، وذلك في 8 أيلول 66. سليم حاطوب، رائد جمعة، بدر جمعة، أنا غلطان بكتابي هذه التصحيح، بدر جمعة، نعم، ورفاقهما، وأعدمهما فيما بعد في كمين نصب لهما حين عادا إلى سوريا آملين بالعودة إلى الجيش للعمل على تحرير الأرض التي احتلت في هزيمة 5 فبراير 67. ثم نفذ انقلابه الأخير على بقية رفاقه نور الدين الأتاسي وصلاح الجديد ورفاقهما في 16 الثاني 70، وسماه الحركة التصحيحية، ووضعهم في السجن حتى آخر حياتهم، وانفرد